والله مصيبة المصائب، مصيبة المصائب. ورسالتي لتارك الصلاة، للمنافقين، لآكل الربا، لآكل الحرام، لقاطع الأرحام، للزاني. رسالتي للناس الموشين. تلاقيه ما شاء الله في وشك حاجة وفي ظهرك حاجة تانية. في وشك ما شاء الله يحسسك ان ابو بكر الصديق، يحسسك ان عمر بن الخطاب، وفي ظهرك يطعن فيك. ولا حول ولا قوة الا بالله. رسالتي لمن لم تطيع زوجها، رسالتي لمن خان زوجته في الغيب، رسالتي لكل عاصي وكل مجرم وكل متكبر. والله مصيبة المصائب يا أخي أن تكون الجنة عرضها كعرض السماوات والأرض ولا يكون لك فيها موضع شبر. جنة عرضها السماوات والأرض لا يكون لك فيها موضع ذراع. يا أخي اتق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لموضع صوت أحدكم في الجنة. عارف الصوت اللي هو ايه؟ لازم نوضح الكرباج. شوف الكرباج رفعت ايه؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. صلى على المصطفى. خير من الدنيا وما فيها. يا أخي اسمع أيها العاقل، الجنة والله ما لا عين رأى. انت بتسمع الكلام ده كتير بس عايزك تحس بنعيم الله عز وجل. الجنة ما لا عين رأى ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فاكهون مش فاكهين. فاكهون أمر إطلاق مطلق مطلق، لكن لو قال فاكهين مقيد، أمر مقيد. لكن ربنا خلى لك إيه؟ أمر مطلق. فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اسمع أيها العاقل، هم على الأرائك متاع دائم لا يبغون عنها حولا. لبنة من ذهب ولبنة من فضة. طوبة من ذهب وطوبة من فضة. والمراد المنى. المنى بتاع الجنة المسك. المسك يا أخي. انت في الدنيا بتعيش على إمكانياتك انت وبتاخد بالأسباب، ولكن في الآخرة في الجنة انت بتعيش على إمكانيات الملك اللي رفع السماء بلا عمد بلا عمد. فتضيع الجنة عشان خاطر نظرة في حرام، عشان خاطر نظرة في الحرام ترضى سخط الله عز وجل عشان تنظر لنساء الدنيا. خليك في الحور العين يا أخي، خليك في الحور العين. قصور عالية وأنهار جارية وأشجار دانية. اسمع أيها العاقل، والله الذي لا إله إلا هو هذا النعيم لا تريد أن يتحول عنك. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات
مش جنة، لا، جنات، جمع جنات. اسمع يا أخي، انتبه يا أخي، المؤمنين والمؤمنات جنات. ليه؟ ما معنى هذا؟ لأنك وأنت تمر من على الصراط يقول لك الملائكة انظر إلى اليسار، فتنظر إلى اليسار فترى نار ولهيب وسلاسل، فهنا يقول له هذا جزاؤك إذا كنت قد عصيت الله، فانظر إلى يمينك فإنك قد أطعت الله، فانظر إلى اليمين فهي جنات وأنهار، جنات وأنهار. ولمن خاف مقام ربه جنتان، جنتان. أما الكافر وهو بمر يقول له انظر إلى اليمين، فينظر إلى اليمين يرى جنات وأنهار من عسل ومن لبن ومن خمر، فيفرح فيقول له هذا جزاؤك إذا كنت قد أطعت الله، فانظر فإنك قد عصيت الله وكفرت، فانظر إلى اليسار فيرى والعياذ بالله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانا. فالله عز وجل الذين يرثون الفردوس هم وارثين. فالجنة لما يدخل الكافرين النار فيوزعها على المؤمنين، الجنة بتاع الكفار يوزعها على على المؤمنين الذين يرثون الفردوس نزلا، هم خالدين فيها وخالدين فيها، هم خالدين فيها. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له.